بقى ضحك على الدقون. كل سنة وانتم طيبين. اللي يجيب ذبيحة ويذبحها يقولك هوزع لله، يبرك على الحتتين الحلوين فيهم وما يطلعش حاجة لله. اللي ما تعجبوش يطلعها لله، وقدام الرأي العام والناس اسمه ذبح وطلع لله. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث. لكن أحداث اليوم وحلقة اليوم وحكايتنا، كل عام وانتم بخير. احنا يوم النهاردة أول يوم عيد الأضحى المبارك. بتدور هذه الحلقة حول الضحايا والذبايح. ربنا طيب وكريم، لا يقبل إلا الطيب والكريم يا سادة. النهاردة اللي يجيب ضحية مثلا ضاني أو ماعز، ناس يجيب ضاني وناس تجيب ماعز وناس تشترك في عجل وناس تشترك في بقرة وناس تشترك في جمل، كل حسب ميزانيته. البقرة أو الجمل أو العجل أو الفحل الجمسي معك لحد 7 تشترك فيه، ناس تشترك 4 ماشي، لحد 7 يقبل. لكن النهاردة اللي بقى ماشي في الأرياف النفاق، تبص تلاقي يا جماعة ذبحوا عجل ويروحوا يوزعوا، يدوا الغني ويسيبوا الفقير، وانعطى للفقير ينقلوا اللحمة البيضة المدهنة وياخد هو الحتة الحلوة اللي هي مسمية ويديها للغني. طيب ماشي، طب لا النفاق ده الفقير هو اللي محتاج، الفقير هو اللي المفروض ياخد الحتة الحلوة، لأن الغني كده كده مقتدر مش عايز، عنه مليانة. لكن تروح يقولك ده الهدايا ده الهدايا. يا عم ماشي، طب هات الفقير الأول بالحلو. خلاف ذلك أنه تبص تلقاه اللي يذبح ذبيحة بقى وشه متعري، يبقى واقف على الذبيحة وينقي الحتت الحلوة اللي هو الحمرا الدم، ويجي منقي بقى الحتت التانية، ونعطالك يبعت لك حتة إن كان ربع كيلو ولا نص كيلو، ينقيها ويقطعها الحتت اللي هي السايبة وخلي الحلو له. الحلو له ستنا عايشة تقول له يا رسول الله وزعنا الشاه ما خليناش لنا إلا زراع. قال لها لا، ده اللي احنا وزعناه هو اللي لنا والزراع ما هوش لنا يا عائشة. شوف حكمة النبي، تقول له يا رسول الله وزعنا الشاه كلها على الفقراء إلا الزراع، خلينا الزراع لينا. قال لها لا، ده اللي وزعناه كله يا عائشة هو اللي لنا والزراع ما هوش لنا. معنى الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم مجازل ومغزى، ان يا عائشة اللي بتطلعيه لله هو اللي لك، وانت اللي بتطلعه لله هو اللي لك، واللي بتخليه لبيتك ما هوش لك. ماشي يا اخي، خلي لبيتك، لكن اول النهارده تبقى واقف وعنك لاغى على الذبيحه وتنقي الحتت الحلوه كلها لك وتروح تودي. انا اعرف ناس ذبحت جدي ولا حولي وقيفه، تروح تنتش الحتت اللي ملهاش عازه وتودي البيوت كده في اطباق. طب وينفع؟ هي الناس كلاب؟ الناس فقيره بس بكرامتها، الناس فقيره بس بكرامتها. في ناس عندها العفاف والكفاف يا ساده. في واحد لو هياكل بمش ولا حبات طماطم مع حته جبنه ولا قرن فلفل احسن له من ذبيحه رياء. تبص تلاقي النهارده اللي يذبح جدي وقيفه ولا اللي يذبح حولي وقيفه ولا ضحيه كمان، يروح في طبق كده ويبعت بنته الصغيره ولا ابنه الصغير يدور على البيت خبط حتتين 3 ما يجوش حتى 8 كيلو. ده اللي بيراعي كلب ولا قطه بيدور اكتر من كده. لا كده المفروض الحاجه دي ما يتعطيش الا احسن حته في الذبيحه للفقير، عشان تحسس الفقير ان هو له كرامة وله كيان. واسمع، انت لما بتطلع الحاجة الحلوة بتطلعها لنفسك ما هوش الفقير. ده انت المفروض المسكين والفقير وابن السبيل واللي محتاج كله تروح تحبه في راسه صبح وظهر ومغرب، لانك انت ما انتش متجب عليه. ده المال مال الله يا اخي، المال مال الله، ده هو سبب في دخولك الجنة. لان الاجر كله ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، الاجر كله اللي هتاخده من الفقير ده. طب تروح توديها الغني مش هتاخد اجر، لان الغني كده كده معاه، لانك انت كده بتدخل في بند بتزود الفقير فقر والغني غنى. تبص تلقى النهارده كمثل برضه الجمعيات ولا ده ولا ده، تبص تلقى يروح يدوا الكراتين للاغنياء والفقراء، يعني الفقير يديله كرتونه والغني كرتونه. ادي الجوابات اللي بتوزع. تبص تلقى يدي الفقير
جواب والغني جواب. يا عم ده الغني المفروض يوزع. لما تشوف أسرة فقيرة ولا ناس مساكين ولا ذوات أمراض مزمنة، المفروض اللي كده اديله 5 جوابات مش جواب واحد. والغني ما تديلوش، تديله ليه؟ الغني ما هو عنده أرض ومستور، وعنده سيارته وعمارته وبهايمه مستور. طب لما انت تديله، ما ينفعش انك تديله. شوف الأسر الفقيرة ودراسة جدوى وأبحاث واديها نغنخها، نغنغ الفقير. بعد كده لما يفوت حاجة اديها الغني براحتك. نرجع لموضوع الضحايا، لأن موضوع الكراتين ده موضوع فرعي وعايز حالة واحدة. أنا النهاردة اشتركت في الذبيحة، هو ربنا قدرني وجبت ذبيحة أي كنوع ما، أي نوع من الأنواع، أقف على الذبيحة. كان زمان يقول لك التلت للفقراء والتلت للحبايب والتلت لأهل البيت، ما قلناش حاجة. لكن اللي هتديه للفقراء هو اللي هيبقى لك في آخرتك. نقي الحتتين الحلوين واديهم. الاسند الفقير يا اخو، المسكين ده اشتهى اللحمة في الغلا ده، الكيلو لما وصل 380 400 جنيه. طب ما هو الفقير كده اشتهاها، هيجيب منها؟ في ناس كتير مش موظفين ومش مقتدرة وعندهم أسر وشون، الكيلو النهارده يخش بمطبخاته 500 جنيه، هجيب منها؟ لما تدخل عليه السعادة وانت بتضحى وتديله كيلو مسمهد وكيلو كده هز وكبس زي ما بيقولوا، ويطبخ هو عياله، يدعي لك من ضميره، يدعي لك من ضميره، يقول روح الله يعمر بيتك يا فلان، الله يستر الدنيا واخلة يا فلان. لكن لما تروح تديله ربع كيلو، طب الربع كيلو هيعمل له ايه؟ يعني انت شوف، نص كيلو؟ لا يا اخي ادي كيلو واجرك على الله، ادي كيلو اجرك على الله، لانك انت يا غني ما انتش محتاج. ما توفرش لنفسك الا حاجات بسيطة، ما انت كده كده بتجيب. لكن تروح تجيب الضحية وتزاين فيها بقى وتتلون وتاخد الحتت الحلوة لك، وتبقوا واقفين عينيكم لاغة على الضحايا، وتسيب الفقير تديله اللعاب، الحتت اللي ملهاش لازمة البيضة. يبقى كده، ما هو ربنا طيب لا يقبل إلا الطيب، ربنا كريم لا يقبل إلا الكريم. أنا بوصيكم وخدوا كلامه وارموا البحر، والزمان يوصيكم، لأن أنا بحبكم يا أغنياء وبحب الفقراء. ما جاء في الأثر ما جاع فقير إلا ببخل غني، جاء في الأثر ما جاع فقير إلا ببخل غني. تعال يا أخي أنت كده على نظام العائلات والقبائل في الأرياف التي تمتد إلى المدن. كان زمان يقول لك من أراد العلا هجر القرى، لا ده الأصل في القرى، عائلتي وعائلتك ماشي. اللي ملوش عائلة ملوش لا زمام ولا كيان. هنا تعال انت العائلات، كل عائلة فيها الغني والفقير، لو كل عائلة الأغنياء اللي فيها طلعوا زكاة مالهم وصدقات مالهم، مش هقول لك اهبش ودي لابن عمك، لا، للفقراء اللي فيها، ما عادش حد يبقى فيها فقير، لأن أنت معاك خير كتير. طب ياخد ابن عمك وسندك وصلبك وظهرك، هتلاقيه في الليلة السوداء قبل الليلة البيضاء. لما تديله مش هيتأخر منك في أي حاجة تكون، لأنه محسوب عليك وأنت محسوب عليه. لكن تسيبه عياله جعانة وترمي له كل حين ومن كيلو لحمة 200 جنيه، ما ينفعش، ما هو عدم أحسن. ما أنت بتلعب بالفلوس لعب وفي الباي باي. طب لا، لا، ما هو قريبك اديله، نغنغه زي ما بتنغنغ عيالك يا أخي، واستر زي ما بتستر عيالك. لا إله إلا الله. فهنا ربنا طيب لا يقبل إلا الطيب. الضحايا ادي الحتة الحلوة للفقراء، ما قلنالكش كل، كل يا أخي، بس الفقير اديله الحاجة الحلوة. لك واحد كمان يعز عليك بس يكون حالته فقير، اديله الحاجة الحلوة. عايز بقى تهدي الأغنياء، هديهم، بس هديهم من نفس صيغة الفقراء. كان زمان فرح واحد عامله وكان داعي سيدنا سليمان فيه، فلما كان عامل الفرح جت أسرة فقيرة ولية وولادها جعانين، الراجل دخلهم كلوا من الوليمة بتاع سيدنا سليمان. فالراجل ده أساسا يعني زي ما تقول كان ملك الموت محدد إن ابن العريس دي يموت، فما ماتش. فاستعجب سيدنا سليمان، قال ده ملك الموت جاني وقال لي ما تروحش الفرح ده عشان ابن الراجل ده هيموت، فأنا مرضيش أروح. فالراجل صاحب الفرح استعجب إن سيدنا سليمان ما راحش، فراح بعد سيدنا سليمان قال له يا سليمان يعني احنا ما حضرتش الفرح ده، احنا عملنا فرح والوليمة بتاعتك ما جتش فيها. قال له ابنك عمل ايه؟ قال له ابن حي يرزق، ودخلوا 100 100. فاستنى سيدنا سليمان الوحي، فقال له فعلا يا نبي الله الولد انا كنت رايح اقبض روح اللي هو ملك الموت بقى، لكن ربنا طول في عمره. قال له لا، قال له جت واحدة ولادها الايتام ارملة، فالراجل صاحب الفرح دخلها وكلها من الوليمة بتاعتك.
فالولية دعت وقالت يا رب طول في عمر العريس ده، وربنا استجاب دعوتها. هنا النهاردة هنا النهاردة اللي يعمل فرح ويجيب لحمة، الناس المشاهير والمعازيم والأغنياء وده وده يدخلهم على جنب ويردف لهم لحمة وهمبرجر وكفتة وفراخ، ادي يا عم والشويات، والناس الغلابة يدي كل واحد نتشة 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 نتشة. ما ينفعش. ويبقى السفر طويلة وينفل ده، يبقى انت اجر واحد يدي الواحد كام لحمة وواحد نتشة. يا عم عايز تنفل واحد دخله في أوضة وحديه، لكن طالما انت يا صاحب الفرح عملت سفرة طويلة يبقى واجب عليك كل المنابات موحدة، بل ياخد الواجب عليك انك تتوصى بالفقير، لان الفقير محتاج اللحمة، مش تروح تكوم قدام الغني كده كده ما هو بياكل. الناس عرت وشها من الحياة وبقى الدنيا كلها تزاينة وبقى الدنيا كلها تلونة. كل عام وأنتم بخير، دمتم في أمان الله.